اللي انا واحده فيكو واتعلمته. لما جوزك يجيب لك هديه، مش لازم صاحبتك تعرف ان جوزك جاب لك هديه ب 15 ألف جنيه. ايوه، داي على شمعتك تقيد حتى من صاحبتك. مهما كانت بتحبك مش هتحبك اكتر من نفسها، مش هتحبك اكتر من نفسها. ايوه، لو في حد في حياتي دخل حياتي وهيحبني وهيخطبني وهيتجوزني، مش لازم طوب الارض يبقوا عارفين انه في واحد دخل حياتي وهيتجوزني، لانه حتى لو هي ما بين نفسها بتحبك جدا بس بتتمنى. التمني ده ممكن يقلب لحسد، ممكن يقلب انه الموضوع يقف. ما هو ده حسد يا جماعه، حسد. ايوه، ممكن توقع ما بينك وبين حبيبك او خطيبك عشان تاخده منك لانها بتحبك. ايوه هي بتحبك، بس هي بتحبها كمان. هي بتحبها. لازم يكون في حاجه اسمها حدود في العلاقه. هي صاحبتي وانا صاحبتها. ايه علاقه ان هي صاحبتي وانا صاحبتها انه خطيبي او جوزي يبقى صاحب صاحبتي؟ ليه يعني انا صاحبتها، بقول لها على مشاكل، بحكي لها عن ظروفي. ايه علاقه بقى ان انا اخترت دي تبقى صاحبتي بان انا جوزي كمان لازم يبقى صاحبها؟ لا، جوزي مش لازم يبقى صاحب صاحبتي على فكره، وخطر مع احترامي الشديد للجميع. مش لازم تعرف هو جاب لي ايه واحنا مسافرين ايه وهو بيعمل ايه ودفعنا مصاريف مدرسه كام وجاب لي ورد وبيدلعني ومش عارفه ايه. في حاجه اسمها التمني، في حاجه اسمها الحسد، وفي حاجه اسمها اشمعنى انا، وفي حاجه اسمها غيرانه منها. بحبها وصاحبتي بس غيرانه منها. انا مش هينفع احكي لكم على تجربه شخصيه بالنسبه لي، لكن انا اكتشفت ان مفيش حاجه اسمها صاحبه عمر، في حاجه اسمها صاحبه مواقف. ومش بالسنه ولا 2 ولا 3 ولا 10، بعد 10 سنين ممكن تكتشفي ان الصاحبه اللي انت بقالك معاها 20 سنه هي مش صاحبه. هي زي ما بيقولوا بالانجليزي بتاكت انها صاحبه. بتاكت انها صاحبه يعني هي بتمثل انها صاحبه، ومش بتمثل يعني شرانيه. لا، هي بالنسبه لها انتي صاحبتي. ارجوكم 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 ارجوكم، لما اخش في علاقه مع راجل هتجوزه، مش لازم في الاول اعرفه على صاحبتي، مش لازم اعرفها تفاصيل حياتي، مش لازم اقول لها جاب لي خاتم مش عارفه بكام ولا جاب لي شنطه ايه، مش لازم في كل خروجه تخرجيها معاكي، مش لازم تقربيهم من بعض، مش لازم كل ما تبقي متجوزه في كل اسبوع ولا كل 10 ايام صاحبتك تبقى عندك في البيت. بلاش قصه انا فلافي واوبن مايندد وبحب صاحبتي قوي وانا بثق في صاحبتي جدا فانا بروح الشغل واسيب صاحبتي مع جوزي في البيت عادي، او اسيب صاحبتي مع خطيبي عادي. احنا مش عادي، واحنا مش كول، واحنا مش اوبن مايندد، احنا مش اذهاننا متفتحه. والتفتح ما بيبقاش ما بين صاحبتي وجوزي او صاحبتي وحبيبي او صاحبتي. بلاش الصور اللي احنا بنتصور فيها ما بنبقاش عارفين مين متجوز مين او مين مرتبط بمين او مين خاطب مين. الموضوع بقى مفتوح قوي، فبقى طبيعي جدا الخيانه، بقى طبيعي جدا الغدر، بقى طبيعي جدا الحسد، بقى طبيعي لانه احنا كمجتمع بقينا سايحين كده على بعض.